فريق مباشر نشوف هذا التقرير لعل بتكون الامور التقنيه تعالجت. مش من زمان هيدي كانت الأجواء بالمستشفى السلمانية بالبحرين. مش من زمان كانت الفوضى عارمة بغرف الطوارئ. بس اليوم ومثل كل شيء بالبحرين الحياة عم بتحاول ترجع إلى طبيعتها. احنا هنا امام مدخل قسم الحوادث والطوارئ اللي هو المدخل الرئيسي للمرضى اللي يتابعون او يراجعون قسم الحوادث والطوارئ. حياك لما يدش المريض داخل يروح حق الدكتور مثل ما احنا شايفين، يسال الدكتور شنو حالته، يقيم حالته، اذا حالته متوسطه او حالته بسيطه او حاله خطيره لا سمح الله. هنا الممرض ياخذ العلامات الحيويه للمريض ويقيم حالته، بعدين عندنا شارت يقسم المريض يكون وين، المريض يكون في غرفه الحالات البسيطه او غرفه العلاج يسمونها العلاج البالغين. غرفه هنا واحده موجوده تقدر تشوفها الحين، هاي فتحنا لك اللتات هنا. هاي تقريبا تقدر تشيل لغايه 20 سرير، كل سرير عباره في اجهزه للمتابعه مثلا من مونيتور، من اشياء للعلاجات المغذات الحيويه والادويه الثانيه. وطبعا كل غرفه موجوده عندنا فيها عباره عن شيء يسمونه نيماتيك سيستم، اللي هو الجهاز اللي مثلا محتاج اي تحليل للدم نستخدم هاي الجهاز اللي هنا موجود، نطرشه في كبسول، نحط عينات الدم لهني، توصل للمختبر دايركتلي، بعدين نتائج الدم نحصلها احنا عن طريق الكمبيوتر. كل شيء احنا عندنا نتائج الدم لا تطبع بالورق ولكن كلها نحصلها بالكمبيوتر. جو المستشفى ما كان كليا طبيعي، فبالرغم من انه لم يسمح لنا تصويرهم على الكاميرا بسبب الاجراءات الامنيه المشدده، قوات الامن كانت موجوده بكل زوايا المستشفى من خارجها الى داخلها. الحياه عم تحاول ترجع الى طبيعتها بالبحرين، وكل شيء بذكر باللحظات المؤلمه اللي قطعت فيها البلاد عم بيمحى شيئا فشيئا. فدوار اللؤلؤه اقيل وصار في مكانه تقاطع الطرقات، وكل العملة البحرينية اللي كانت تحمل صورته سحبت من السوق. وحتى هناك إشاعة اليوم أنه اسم مستشفى السلمانية سوف يتم تغييره. فالسؤال اللي بينطرح هو هل رح تساهم الإجراءات بمحو اللي صار من ذاكرة الشعب البحريني؟ وحدة الأيام القادمة تقدر تجاوب على هالسؤال. هل رح تقدر الايام اللي جايه شيخ فواز تمحي اثار الشيء اللي صار؟ اولا ترى احنا ما عندنا شيء نخفيه، ولا اذا في هناك اي سؤال ترى هذا يعني غير مقصود، وما كنت اسمعك في سؤالك، فانا حاضر لاي سؤال. يعني ليش اعتبرت هيك شيخ فواز؟ سمعت انه قالوا ان انت تكلمت بهذا الاسلوب. لا ابدا ما قلت هالشيء، بس باي حال يعني هذا لا يمنعني من اعاده طرح السؤال. شيخ فواز الو شيخ فواز الو. طيب نحن بدنا نشكر شيخ فواز. شيخ فواز عم تسمعني؟ الو. نحن بدنا نشكر شيخ فواز على هذا اللقاء. رح نكون بعد لحظات مع وزيرة التنمية فاطمة البلوشي وهي وزيرة الصحة بالوكالة أيضا. شكرا لك شيخ فواز على هذا اللقاء، على أمل أنه الأمور يعني تاخذ مسار طبيعي من جديد في البحرين. بريك إعلاني ونستقبل وزيرة التنمية وزيرة الصحة بالوكالة فاطمة البلوشي.